يا مساء الفل. البيت الأبيض يا جماعة في واشنطن عامل استنفار تاريخي. أنا بقالي أكتر من 5 سنين هنا في أمريكا، عمري ما شفت الدوشة اللي حصلة دي. كل ده لمين؟ لأجل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. شيء يدعو للفخر بصراحة. الجدول الأعمال نفسه مش سهل، يعني أنا شفت الفترة الرئاسية بتاعت ترامب من أول ما انتخب، كان بيجيب الرئيس يقعدوا جنب قدامه كده في الترابيزة كأنهم طلبة، ويقعد يرغي معاهم 2 3 ويمشيهم يلا مع السلامة. لكن ان انت تعمل استقبال رسمي وبالخيول وبالمدافع وتعمل حفل عشاء وحفل استقبال رسمي لرواد الأعمال، وتدعو رؤساء الولايات حوالين أمريكا كلها، ده شيء يقول لك لا، المملكة لها وزن. تحية للمملكة وتحية لشعب المملكة وتحية للوفد المرافق للوفد السعودي المرافق للأمير محمد بن سلمان، ويجوا بالسلامة يا رب، ودايما نشوف المملكة في تقدم ورفعة بإذن الله. بيس اوت. في البيت الابيض امام ترامب طلع لي راجل في الدنيا قادر على ان يقول الكلام ده. يا جدع بيتكلم بكل عزة نفس، بكل قوة، بكل شموخ، يقول نحن لا نقوم بالاستثمار لاجل ارضاء امريكا او ترامب. يا نهار ابيض، في وشهم يا جدعان، امامهم كده ما شاء الله تبارك الرحمن على الجوه. شوف قوة الكلمات، نحن لا نقوم بالاستثمار من أجل إرضاء أمريكا أو ترامب. أبيض، نحن نرى فرص حقيقية تعود علينا بالفوائد. يعني أنا جاي أشوف مصلحتي ومصلحة الجميع، مش جاي أرضي حد. مدرسة، أقسم بالله مدرسة. لما يقولوا لك طرد صدق، بخشم الريال صدق، شعب طويق شعب جبار صدق. اليوم بتشوف أمام عيونك يا جدع. شوف استقبال ولي العهد، فيلم سينمائي بإنتاج هوليود. شوف الاستقبال يا جدع، ركز لي كده، ركز لي على وقفة ترامب والسيارة داخل. ركز على دي بس، شوف الحتة دي بس، شوف ترامب واقف ازاي. يا نهار أبيض يا جدع، يا جدع أنا مصري، قسم بالله يا جدع أنا مصري، ورقبتي من الفخر في السماء، رقبتي دي في السماء. هو ده الشموخ للرجل العربي الأصيل. هي دي عزة النفس اللي بنقرأ عنها كتب، هي دي اسمها عزة النفس، هي دي اسمها الجوة يا جدع. هو ده اسمه الفخر، الاعتزاز بنفسك. قاعدة بقلبي من حديد يا جدعان، فولاذ ما بينهزش. تبارك الرحمن عليك. قسم بالرجال ده أنا معجب بشخصيته، الرجال ده أنا معجب بالكاركتر، معجب بكل تفصيلة حواليه. تبارك الرحمن مدرسة للشموخ، مدرسة كده تتعلم منها وتستفيد. والكل إنسان مسلم راسه للسوشيال ميديا، نصيحة مني ليك، انزع القيود دي وشوف بعيون الحكمة اللي ربنا خلقها فيك، وشوف قد إيه الجمال والعظمة دي. وفي نهاية الحديث يعرفك الأول مين؟ ترامب مهزوز وحاني ظهره وبيتكلم وبقول له كده: إنه لشرف لي أن أكون صديقك. ما شاء الله تبارك الرحمن. كفو يا ابن سلمان، كفو من أجل إنك ترفع شخصية الإنسان العربي في كل مكان. كفو يا ابن سلمان. دحين الرجال ده جعل لأي شخص عربي ليه مكانة غصب عن أي حد في الدنيا في دول أوروبا وأمريكا. أهو رايح بزيه العربي الأصيل في وسط البيت الأبيض، واستقبال أسطوري مفيش مخلوق في الدنيا تم استقباله بهذا النمط. ما في، انسى. مراسم ملكية، طيران جوي، تفاصيل. أنا بقول لك أنا مصري وأشعر بالفخر والقشعريرة من جمالها الأمار. حبيب قلب بطل، لا تنسى التفاعل اللي في الجنب وتدينا رأيك في الكومنت عن هذا الجمال وهذه العظمة. سلام. إن الراجل ده مش هتكلم عنه هو عمل إيه، ولا هدوء أعصابه في الرد على الصحفيين، ولا الرقي اللي كان بيتكلم بيه، ولا إزاي هو شرف العرب كلهم لما راح هناك. يا ريت الناس تتعلم إزاي ترد زيه أو ترد بنفس طريقته وأسلوبه، حتى لو اللي قدامه كان بيهاجمه. أنا عرفت ليه الأمير محمد بن سلمان اختار الست هنا بالذات يبقى لها كارير ويبقى لها شأن. هو فاهم عيال بلده، فاهم كمان إن الست هنا
دماغها شغالة وبتفكر صح، وهيطلع منهم إنجاز محترم هيفيد البلد. وأنا عرفت ليه الستات هنا بتحبه جدا وبتموت فيه. تقولوا لي ايه اللي جاب الموضوع الستات؟ هقول لكم ان الراجل ده بيتعب جدا جدا علشان البلد تبقى في تطور، وحرفيا هو ما بينامش. اللي انا بشوفه في شغلي بشوف افكار الستات، عرفت ليه الراجل ده اختار الستات يبقى لها شأن هنا في المملكة العربية السعودية، وان هو يديها حقوق وامتيازات كتيرة جدا ما كانتش بتقدر تاخدها. استقبال ترامب لولي العهد السعودي فريد من نوعه، استقبال مهيب رهيب، طيارات F-35 بالسماء. باو احنا ناب امريكا تشوف طيارات 35 تطير بالسماء. هاي واحد. اثنين، انه ترامب باع للسعوديه طيارات الF-35. ماكو دوله عربيه عندها طيارات الF-35 هاي الشبحيه، حتكون السعوديه اول دوله عندها هاي الطيران. فوق هذا كله توصلوا للاتفاق النووي، يعني السعودية قريبا راح يصير عندها نووي. وتشوف احترام ومحبة ترامب للولي العهد السعودي بطريقة كلش يعني سبيشل، يعني كلش مميزة. وهمينا من قام يضحك ترامب، من قام مسلم على الولي العهد السعودي، قال له اني مو مثل بايدن اللي كان من ينزل يسلم هيجي يمد ايده على مود يسوي هيجي ما يسلم. يقول انا احترم الملوك، وبالعافيه على السعوديين وبالعافيه على دولتهم، الف عافيه. اللي بيحصل في امريكا لاستقبال الامير محمد بن سلمان والوفد المرافق ليه حاجه كده يعني تدعوك للفخر، تخليك انت كعربي تبقى تقول يعني ما شاء الله ما شاء الله احنا وصلنا لايه. لما من فترة مش بعيدة كان رئيس فرنسا رايح أصلا علشان يزور ترامب، يعني رايح بدعوة من ترامب، ولأن الموكب بتاع ترامب كان ماشي في الشارع نزله رئيس فرنسا من عربيته علشان مش هينفع يمشي ورئيس أمريكا ماشي بسيارته، نزلوه مشي على رجليه عشان يوصل للبيت الأبيض. فتخيل من امبارح الدنيا مقلوبة في أمريكا، ضرب مدافع وخيول رايحة وجاية، وإيشي عساكر أمريكا شايلين علم السعودية يرفرف هناك في البيت الأبيض. وحاجة يا أخي بجد والله عظمة، يعني حاجة تخليك تبقى أنت كده كمواطن سعودي أو كمقيم في المملكة العربية السعودية تبقى مبسوط إنك في البلد دي. بجد يعني حاجة يعني تشرف. فربنا يحفظ الأمير محمد ويرجعه بالسلامة هو والوفد المرافق ليه، ودايما يا رب نشوف المملكة في أحسن مكانة ومن تقدم لتقدم. وإحنا كمصريين نحب ده وبنفتخر بيه وبنبقى مبسوطين إن المملكة في ازدهار وتقدم لأن إحنا عايشين في ده. فربنا يا رب دايما يوفقهم والمملكة وشعب المملكة وحبايبنا كلهم. السلام عليكم. حاجة بأمانة ربنا يعني تدعو للفخر والفرحة والثقة، للتجهيزات الرهيبة والاستقبال المهيب اللي بيتم في دولة عظمى زي أمريكا لقائد عربي مسلم زي سمو الأمير محمد بن سلمان. أنا كراجل عربي مسلم بعيد بقى عن جنسيتي هي إيه، سواء من الخليج للمحيط، أنا راجل عربي مسلم شايف قائد دولة عربية مسلمة بيتعملوا الاستقبال الرهيب ده في دولة عظمى، المفروض أفرح. لو أنا ما فرحتش يبقى أنا فيا حاجة غلط. الشباب العربي، الشباب المسلم، أيا كانت الجنسية بتاعته، انسى الناس اللي بتغلط في مصر وبتغلط في السعودية، بيثيروا الفتن. ده مش الأساس ولا ده الطبيعي. الأساس والطبيعي إن مصر والسعودية في ظهر بعض في كل المواقف التاريخية وفي كل القرارات المصيرية اللي بتتم حوالينا في العالم دلوقتي. احنا اخوات، ولو انا شفت حاجة انت بتعملها لازم افرح، ولو انت شفت حاجة انا بعملها لازم تفرح. يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بيسافر مش بيتقال مصر، بيتقال جمهورية مصر العربية. سمو الأمير محمد بن سلمان مش بيتقال ده ولي عهد السعودية، لا بيتقال ولي عهد المملكة العربية السعودية. إذن الوطن العربي واحد. لازم احنا كشباب واعي ومتعلم ومثقف ما يجريش ورا اللجان
والناس اللي بتطلع تتكلم بشكل مش سليم سواء من السعودية أو مصر، الناس دي غير فاهمة، غير واعية، ليها أهداف ما خفي كان أعظم. لكن الأساس والمعلن والطبيعي والمتداول بين الأشقاء إن هم واحد. نتمنى كل الخير للوطن العربي كله من الخليج للمحيط. الأمير محمد بن سلمان، ماذا يفعل الأمير محمد بن سلمان؟ زيارة إلى أمريكا، زيارة فيها هوية عربية، زيارة بتقول أنا المملكة العربية السعودية. جلس الأمير، استقبال حافل يليق بالملوك، استقبال ضخم يليق بالأمراء والملوك، ويجي في مؤتمر صحفي عالمي يقول لترامب أنا لم آتي باستثماراتي لإرضاء أمريكا أو إرضاء ترامب. إيه الجمال ده؟ إيه العظمة دي؟ إيه الكلام؟ إيه القوة دي؟ إيه القوة اللي عند الأمير محمد بن سلمان الأمير الشاب عشان يقول هذا الكلام؟ أنا لم آتي باستثماراتي لإرضاء أمريكا أو لإرضاء ترامب. افخر، والله افخر. افخر إنك سعودي، افخر إنك عربي. افخر إنك سعودي وافخر إنك عربي. وحد بيقول لي هو أنت بتحب السعودية ليه؟ مين اللي قال لك أنا بحب السعودية يا مغفل؟ مين اللي قال لك يا مغفل إني بحب السعودية والسعوديين؟ أنا بعشق السعودية والسعودية. فهمت؟ كلام كبير. بص، واضح إن الأمير محمد مدرسة في السياسة. الأمير محمد مدرسة في السياسة. أنا لم آتي بأموالي لإرضاء أمريكا أو إرضاء ترامب، ولكن أنا جاي أستثمر عشان يعود النفع على الشعب السعودي. عظمة، فخامة، عظمة. يعني بص، الصح صح. اما يكون في رئيس او ملك او امير او مسؤول بيتصرف بالقدر ده من العظمة ومن الشموخ ومن الرقي ومن الاسلوب الراقي، تعظيم سلام، تعظيم سلام. افخر طبعا. ليه ما تفخرش؟ ليه؟ لما يكون عندك سياسي بحجم الامير محمد بن سلمان بيتكلم بالطريقة دي مع مين؟ مع رئيس اكبر دولة في العالم اللي الناس بتقعد عنده متكتفة كده. افخر. احنا ننبسط. اما السعودية تكون في حاجة كويسة احنا ننبسط. ويجي ترامب يرد عليه يقول له انه لشرف عظيم ان تكون صديقا لي. اوكي، هو ده اللي احنا عايزينه. هو ده اللي احنا عايزينه لأمجاد العرب. لازم أمجاد العرب تعود. أمير رايح بالزي العربي. إيه الزي العربي؟ التراث العربي، الأصالة العربية اللي كانوا بيقولوا عليهم رعاة الغنم. أهو رعاة الغنم دي مش سبة، مش سبة، دي أصالة، ده تراث، دي قيم، دي مبادئ، دي أخلاق، دي حاجات كتيرة جدا جدا جدا. زيارة موفقة بكل المقاييس، والنتيجة استثمارات عملاقة، الحصول على 35 المقاتلة، وتيجي صحفية من شبكة معينة تحاول تسأل الأمير بطريقة معينة، يقوم الرئيس ترامب بنفسه هو اللي يرد عليها ويبكتها ويزعلها. ليه؟ عشان حاولت تستفز سمو الأمير محمد بن سلمان. شعب طويق، نعم، شعب محترم أنا بحبه، شعب مهذب أنا بحبه، شعب خلوق أنا بحبه. الشعب السعودي مش أبو الجن، الشعب السعودي مش رائد، الشعب السعودي مش ناصر القحطاني ولا كذا ولا كذا. الشعب السعودي شعب فيه أصالة، فيه أصالة بكل فئاته، في الراجل والست والولد والابن والشاب والشابة،
هذا الشعب السعودي. فاحنا بنفخر وبنسعد اما نشوف الامير بيتصرف بهذا القدر من الرقي، في فخار وفي عزة للعرب وفي عزة للمسلمين وفي عزة للسعودية وفي إكرام وفي كذا وفي كذا وفي كذا. خلصت القول حتى لا أطيل. شكرا سمو الأمير محمد بن سلمان على المظهر الراقي الكبير اللي أظهرت به شكل العرب. تصبحوا على خير.